تحية عطرة نزفها إليكم مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإريترية. نستهل نشرة هذا المساء كالمعتاد بنشر بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مؤتمرات شبابية فاعلة في إقليم عنسبة. بناء سدود صغيرة في منطقة دماس بمديرية قندع. عقد سيمينارات واسعة للمرأة في مديرية عدخالة. كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. لقاء يجمع وزيري خارجية اليابان والصين منذ أكثر من 3 أعوام. ومظاهرات احتجاجية جديدة في إسرائيل رفضا لتعديل النظام القضائي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت فروع الشباب في مديريات حقات وأسماط وهبرة وحملمالة وحلحل وقلب وعلا برعد في إقليم عنسبة مؤتمراتها في الفترة من 2 حتى 29 من مارس تحت شعار تنظيم قوي لتنمية مستدامة. وتم انتخاب هيئات إدارية للفروع لمدة 2 عام وتقديم شرح وافي حول الأهداف والمهام وأنشطة العمل. وعلم بأن مؤتمرات فرعي كرن وعتكريزان ستعقد قريبا. في غضون ذلك نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي أسبوع الشباب والطلاب في دك أمحرة لتقوية التأطر في المدارس المتوسطة والثانوية. تضمن الأسبوع مسابقات إعادة أغنيات النضال وأناشيد جديدة ومعلومات عامة ومنافسات رياضية وحوارات توضح تاريخ النضال المسلح وقصائد وابتكارات. يقوم سكان ضاحية دماس في مديرية قندع ببناء سدود صغيرة لتنمية المياه الجوفية واستخدام السقي والري. وأوضح السكان مشاركة أكثر من 700 شخص في النفير يوميا لإنجاز العمل الذي يستهدف حاجز المياه الجارية للتقليل من شح المياه في موسم الصيف. وذكر مدير الضاحية السيد رمضان سعيد القيام بالدراسات المسبقة من قبل الخبراء لبناء السدود الذي بدأ العمل فيه منذ شهر فبراير الماضي. تقطن ضاحية دماس أكثر من 250 أسرة تزاول الزراعة والتجارة. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي سيمينارات في مديرية عدخالة حول دور ومساهمة المرأة في التصدي والتنمية. ودعت السيمينارات التي بدأت من 22 من مارس في الضواحي جزا حملي وجزا مدباي وبلدة داقرقيس دعت المرأة لاستغلال جيد لفرص التدريب التعليمي والمهني المتاحة ورفع الوعي في القضايا التي تخصها. وشهدت مسؤولة الإدارة والمالية في الفرع السيدة إرسا أفورقي بمساهمة المرأة القوية في برامج التنمية داعية الدفع بالمشاركة في أنشطة التنمية. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفورقي أن الجهود تبذل لإزالة معرقلات إنتاج المرأة في موقع العمل ومكافحة العادات الضارة ورفع وعي المرأة في كل المجالات. ودعت السيمينارات للدفع بالدورات التدريبية والاهتمام لتأطير المرأة الشابة. من جهته أفاد الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط بأن التدريب المجاني المقدم للمرأة الراعية في النسيج يحقق نتائج مرضية. وأوضحت مسؤولة مركز التدريب المهني السيدة حداس موسى تدريب أكثر من 500 امرأة في 15 دفعات.
وأشارت إلى تقديم دراسة إضافية في التدبير المنزلي إلى جانب التدريب المهني فضلا عن الدعم المالي. وذكرت تقديم أدوات النسيج بقيمة 12,000 ناف على شكل قرض للمتدربات لبدء العمل مباشرة، وقد ردت أغلبهن الدين المستحق، كما تم منحهن أماكن لتطوير منتجاتهن في 3 مواقع في أسمرة. وذكرت المتدربات بأن المهنة المكتسبة تحمل مسؤولية أكبر وتدفع لتطوير العمل التعاوني في نسج مختلف الملابس. أفاد مسؤول عيادة هبور سعادة في إقليم عنسبة مساعد التمريض حامد عثمان أن العيادة تسهم كثيرا لضمان رعاية الأمومة والطفولة، وأوضح ازدياد الولادة في العيادة عام 2022 مقارنة مع العام السابق نتيجة تنامي الوعي الصحي. وأشار إلى مساهمة الكادر الصحي الجوال في هبور سعادة ومزرعة لضمان الصحة العامة وتدريب شخصان في بارنتو للعمل الصحي في قدحة ومبهرة. وذكر إحداث أنشطة التوعية الصحية تغييرا ملحوظا على صحة البيئة وانخفاض الأمراض المعدية نتيجته. تقدم عيادة هبور سعادة الخدمات الصحية لضواحي هبور سعادة وهبور صليم ومزرت في إقليم عنسبة ومناطق قبقب ولابا في إقليم شمال البحر الأحمر. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد الدولي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم يو جون شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون اتهمت أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من 1000 شخص حتى الآن. وقالت كيم إن مثل هذه العريضة قد تكون مخططا سياسيا من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم. وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، جرى تقديم عريضة شعبية نشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بالأسلحة النووية. وتنفي كوريا الشمالية مرارا تزويد موسكو بالأسلحة. التقى وزير الخارجية الياباني يوشيهاسا هاياسي بنظيره الصيني شين جونغ في الصين لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد توتر العلاقات بين الدولتين في السنوات الأخيرة بسبب عدة قضايا. وأعرب الجانبان مسبقا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين البلدين التي تضررت بسبب الكثير من القضايا. وتم الاتفاق على لقاء الوزيرين خلال مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني فيميو كيشيدا على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا المحيط الهادي في بانكوك في نوفمبر الماضي. وكانت آخر زيارة قام بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020. احتج عشرات الآلاف الإسرائيليين من جديد على التعديلات القضائية التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها، إذ خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائيا على الرغم من تعليق القرار بشأنها مؤقتا. وفي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسطي.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة بما في ذلك المحكمة العليا. ويرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديدا لاستقلال القضاء ومحاولة الانقلاب قانوني، فيما يقول المؤيدون أن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة. الخبر الأخير في هذه النشرة: اندلعت حرائق هائلة في مناطق مختلفة من كوريا الجنوبية، فيما تم إصدار تحذيرات بشأن الطقس الجاف في أقاليم مختلفة. وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق هائل في جبل بإقليم ساوث تشونغ، مما دفع سلطات الغابات لإصدار تحذير من المستوى الثالث ضد اندلاع الحرائق الهائلة. كما تحاول السلطات إخماد حريق هائل في سول، حيث دفعت السلطات بأكثر من 100 شخص و8 مروحيات لعملية الإخماد. وقامت السلطات بحشد 17 مروحية لمباشرة الإطفاء في مختلف المناطق. نهاية النشرة. هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مؤتمرات شبابية فاعلة في إقليم عنسبة. بناء سدود صغيرة في منطقة دماس بمديرية قندع. عقد سيمينارات واسعة للمرأة في مديرية عدو خالة. كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. لقاء يجمع وزيري خارجية اليابان والصين منذ أكثر من 3 أعوام. مظاهرات احتجاجية جديدة في إسرائيل رفضا لتعديل النظام القضائي. انتهت نشرة المساء. دمتم في أمان الله.